تعالوا وياي حتى اسوي لكم مندي بالتنور كلش هوايه مرتب. اول شيء نحتاج الى الخشب مالتنا نخليه بالتنور وبهالشكل هذا راح نحرقه لحد ما يصير عندي جمر وكلش وهذا الدجاج خليت عليه كركم وكاري وملح وليمون دوزي. وهنا عند اللحم مسلوق. وما ننسى الجدريه مالت التمن عيني بهالترتيب هذا. راح يصير لكم مندي كلش هوايه خرافي. وبعد ما شفت الارضيه مالت الجدريه عاليه فوخرتها ونزلتها بالارض تماما بهالشكل هذا. مندي تغطونه بوصله شيء تنقعونها كل زين. يلا تغطونه اوكي. وبعد نص ساعه جيت فتحته لقيت الرز عندي ناشف وصاير كلش تمام. فطلعته من التنور وبقيت بس الدجاج. وشوفوا شلون استوى عندي وحمص وقسب واخذ اللون كلش هوايه معدل. واهم شيء هذا اللون اللي احنا نريده ودائما نسوي به هيك الدجاج. طبعا الطريقه جدا سهله نفس ما شفتوها. وهنا عندنا الرز الاصفر مالتنا اللي سويناه. طبعا خليت عليه نوعين من البهارات وبعض الترتيبات فطلع بهالشكل هذا. وسهمكم الف عافيه.